هنا درس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة رؤساء السلطات الاتحادية المحترمين، السادة رؤساء سلطات إقليم كردستان المحترمين، الرأي العام في العراق وفي إقليم كردستان على وجه الخصوص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. منذ ما يقارب 3 أعوام من الآن باشرت بوظيفتي ومنصبي كقاضي وعضو أصيل في المحكمة الاتحادية العليا، ولكوني حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري وتخصصي الأكاديمي الدقيق تمثل في أطروحتي للدكتوراه والتي كانت بعنوان السلطة القضائية في النظام الفيدرالي دراسة مقارنة. وكوني أملك أكثر من 30 سنة من الخدمة في مجال القضاء، فقد شغلت منصبي كممثل لإقليم كردستان استناداً للمادة 3 على ثانياً من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدلة بالمادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 2021 قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا، التي تضمنت عبارة مع تمثيل الأقاليم. وقد وظفت إمكانياتي المهنية والأكاديمية ترسيخ مقومات النظام الديمقراطي في العراق بشكل عام من خلال أداء عملي في المحكمة. ومن جملة ما حرصت عليه هو محاولة المساهمة في ترسيخ وحماية أسس ومقومات النظام الفيدرالي الاتحادي القائم أساساً على توزيع السلطة بين المؤسسات الاتحادية بكافة مستوياتها ومؤسسات وسلطات إقليم كردستان، باعتباره الإقليم الوحيد المشكل والمعترف به دستورياً منذ نفاذ الدستور ولغاية الآن، بل وأن إقليم كردستان كان قائماً حتى قبل نفاذ الدستور كثمرة لنضال شعب كردستان الطويل المليء بالتضحيات والمآسي ولانتفاضته عام 1991 والذي نعيش ذكراها هذه الأيام. ولا يخفى على أحد أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الدستور الاتحادي يعتبر العقد الاجتماعي والوثيقة السياسية المقدسة أو الوثيقة المقدسة سياسياً، والتي بني عليها العراق الجديد بعد الإطاحة بالنظام الاستبدادي الفردي. وقد شارك في صياغته ومن ثم في إقراره جميع مكونات الشعب العراقي، باعتباره يمثل الحد الأدنى من حقوق واستحقاقات كل المكونات، وأن الالتزام بنصوص ومبادئ هذا الدستور هو الضامن لوحدة العراق كدولة اتحادية كما جاء في ديباجة الدستور. وأنا شخصياً كنت آمل وعملت قدر المستطاع أن أكون خير ممثل ومدافع عن حقوق واستحقاقات جميع مكونات العراق ومؤسسات الدولة الاتحادية بشكل عام، واستحقاقات إقليم كردستان الدستورية بشكل خاص، كوني أمثله استناداً للمادة التي أشرت إليها آنفاً. ولكن وبعد مرور ما يقارب 3 سنوات من إشغالي للمنصب وتوالي صدور القرارات من المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلتها الجديدة، فقد توصلت إلى قناعة ذاتية أن وجودي واستمراري كقاضي في المحكمة لا يحقق الغاية المبتغاة من شغلي لهذا المنصب، وهي المساهمة في الحفاظ على المبادئ والأسس التي جاء بها الدستور. وبشكل أخص وجدت نفسي في موقع أصبحت فيها جهودي وإمكانياتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح إقليم كردستان بصفته إقليماً دستورياً معترفاً به في العديد من مواد الدستور الاتحادي. ولعل أهم أسباب الوصول إلى هذه القناعة تتمثل فيما يلي: أولاً، من خلال ممارستي لعملي ومتابعتي لمست وجود نزعة في قرارات المحكمة الاتحادية المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أسس النظام المركزي للحكم، والابتعاد شيئاً فشيئاً عن أسس ومبادئ النظام الاتحادي الفيدرالي من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة 110 من الدستور عام 2005.
على حساب السلطات الممنوحة للأقاليم وللمحافظات غير المنتظمة في إقليم، أو السلطات المشتركة الواردة في المواد اللاحقة. ثانياً، إن المحاكم الدستورية في جميع الأنظمة السياسية التي تتبنى النظام الاتحادي الفيدرالي هي ضمانة لحماية وترسيخ هذا النظام وحفظ التوازن بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات أو الأقاليم، ومنع تجاوز كل مستوى من مستويات الحكم على صلاحيات المستوى الآخر. وإن تسمية المحكمة الاتحادية جاءت أصلاً نسبة إلى النظام الاتحادي الفيدرالي الذي أقره الدستور بوضوح في مواد عدة، وخصوصاً المادتين 1 و116 منه. بل وأكثر من ذلك، فإن منطق الأشياء يقتضي أن يكون حرص المحكمة الدستورية في أي بلد على حماية سلطات الأقاليم والولايات أكبر من حرصها على السلطات الاتحادية، لأن هذه الأخيرة وبحكم طبيعتها وطبيعة صلاحياتها في موقع أقوى من سلطات الأقاليم، غير أن ما لمسته هو عكس ذلك كما أشرت إلى ذلك آنفاً. ثالثاً، يعد الدستور العراقي لسنة 2005 من الدساتير الجامدة التي حرص المشرع الدستوري أو الآباء للمبادئ الدستورية المتفق عليها ولحقوق جميع الأطراف والمكونات وجميع مستويات الحكم، غير أن ما لمسته في اتجاهات وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وتفسيراتها لنصوص الدستور في الكثير من الدعاوى والقرارات هو الاتجاه نحو التفسير الواسع الخارج عن السياق، والذي قد يصل إلى مستوى التعديل الدستوري، وبما يشكل مساساً بالعديد من المبادئ الدستورية، ومن ضمنها المبدأ الفيدرالي ومبدأ الفصل بين السلطات. وهذا ما أفقد جمود الدستور قيمته ومغزاه. رابعاً وأخيراً، بالنظر لعدم سن وتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا وفق ما تقتضيه المادة 92 من الدستور، فإن مواد ونصوص قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل الذي شرع قبل نفاذ دستور عام 2005 والمتعلقة بتشكيل المحكمة وآلية التصويت فيها أثناء إصدار الأحكام والقرارات التي تكون في معظمها بالأكثرية، جعلت ممثلي إقليم كردستان وهما قاضيان ضمن العدد الإجمالي لعدد أعضاء المحكمة 9 عاجزين من الناحية العددية من تفادي صدور قرارات وأحكام تعتبر في نظرهما ماسة بحقوق الإقليم وكيانه الدستوري، وهو الأمر الذي جعل تمثيلهما للإقليم غير ذات قيمة حقيقية ومؤثرة من الناحية العملية. وأقصى ما يمكن فعله هو تثبيت الرأي المخالف لرأي الأكثرية. ونحن شخصياً قد ثبتنا موقفنا الدستوري والقانوني المخالف والمعارض في العديد من الأحكام والقرارات، ولكن كما أسلفت دون جدوى حقيقية، لأن القرارات من الممكن أن تصدر بالأكثرية وليس بالإجماع. لكل هذه الأسباب، ومن منطلق شعوري بالمسؤولية أمام شعب إقليم كردستان بجميع مكوناته وأمام مؤسساته وكيانه الدستوري، فإنني أعلن انسحابي من عضوية المحكمة الاتحادية العليا بعدما تسببت الحقائق التي ذكرتها أعلاه في تعذر تحقيق الأهداف التي شغلت المنصب من أجلها، وفي تغيير اتجاهات المحكمة التي أشرت إليها آنفاً. والله ولي التوفيق وهو المستعان في كل أمر. القاضي الدكتور عبد الرحمن سليمان زيباري، عضو المحكمة الاتحادية العليا، وشكرا لكم. دكتور ببورن باغالي بردن ببورن دعاء بخوتها ترجمة كثر رمضان.